جيلي جيومتري سي، أول عربية بضمان وكيل كهربائية حقيقية في مصر تلاقي عليها ضمان يعني. تمام، العربية دي بضمان 5 سنين أو 150 ألف كيلو، والباتري لوحدها عليها ضمان 8 سنين من أبو جهل. طيب لما الكونسبت أو المفهوم بتاع العربية الكهرباء يتقدم بضمان، تجربة مطولة خدنا بيها مشاوير وشفنا البطارية بتستهلك قد إيه بالظبط. بس ما تنساش تعمل لايك علشان الفيديو ده يروح لأكبر عدد من الناس، واعمل سبسكرايب عشان تشوف وتوصلك دايما الفيديوهات. خليك بقى مكمل معايا. جيلي جيومتري سي، العربية دي قاعدة معايا بقالها مدة، النهاردة اليوم السادس، وخدتها من توكيلها توكيل أبو غالي لتجربة أول سيارة كهربائية بضمان داخل مصر، بضمان الوكيل. يعني أنت هتلاقي العربية اللي بنتكلم عليها النهاردة دي معاها ضمان 5 سنين أو 150 ألف كيلو و8 سنين على البطارية. فأنت يعني آمن قطع الغيار، الضمان، الكلام ده. ودي عقبة بتواجه ناس كتير قوي بيشتغلوا عربية كهرباء. طب اعمل ايه؟ طب اروح فين؟ في ناس ما بتعرفش تتصرف يا جماعه، وفي ناس بتعرف تتصرف ما بيهمهاش. يعني بياخد الريسك ويقول لك انا هجيب قطعه الغيار اللي انا عاوزها. عربيه كهرباء هتغير ايه؟ ما لهاش راننج كوست ولا مصاريف تشغيل ولا صيانات ولا الكلام ده. انا هعرف اتصرف بس استمتع واخد التجربه واوفر مصاريف. لكن لاصحاب القلق الزياده، يعني دي اول عربيه كهربائيه بضمان حقيقي داخل مصر من توكيل. واعتقد ان توكيل ابو غالي، اتفقنا ام اختلفنا، الناس اللي عندها تحفظات، الناس، لكنه توكيل كبير، واحد من اسماء الكبار والناس اللي بتقدم ضمانات وخدمه ما بعد البيع. طيب خلينا قبل ما نتكلم كده اقول لك ان جيلي وان العربيات الصينيه فعلا انت معاك حق. لما نيجي نتكلم عن عربيه صيني، انك انت تقعد تقول صيني يا عم وارمي واعمل والكلام ده. انا عارف انك انت عندك فيدباك وعندك هيستوري مسجل في دماغك وعقلك عن العربيات البنزين الصيني، وانها لسه حتى الان رغم التطور التكنولوجي، رغم انها بصراحه اتغيرت عن زمان كويس قوي وبقت عربيات موجوده وتشغل مساحه مبيعات في السوق المصري 33% من السوق المصري، اكتر من تلت حجم سوق سيارات صينيه، وبتأدي، وفي منها عربيات بقت معمره والدنيا تمام. لكن لسه لم ترتقي لمستوى السيارات الكوريه واليابانيه والالمانيه. انا معاك في ده. البيلد كواليتي والاداء والقصه وظبط استهلاك البنزين مع حجم وزن العربيه والايروديناميكيه بتاعتها والقصه دي، لسه هم في الحته دي لسه ورا في البنزين، لان كل شركات البنزين سبقتهم. بس ارجوك فرق لما نيجي نتكلم على عربيه كهرباء. هنا لنا وقفه بقى، لانك لازم تقرا وتتابع وتعرف. ما دام انت مهتم بالتكنولوجي دي او مهتم بالمستقبل والعربيات الكهرباء، فلازم تبقى عارف ان عربيه كهربائيه صينيه هي الاكثر تكنولوجي وهي الاكثر تطورا وهي الاكثر امانا كمان. يعني عشان اقول لك يعني ليه بقى؟ لان اكتر حاجه بتنزعج وبتخاف منها واللي ممكن تعمل مشاكل في العربيه الكهرباء هي الباتري. هم افضل من يصنعون البطاريات في العالم، وهم المغذي لكل شركات السيارات في العالم، وعلى راسهم تسلا بالبطاريات. كاتل اللي مصنعه البطاريه بتاعت العربيه دي هي اللي كانت بتدي تسلا قبل ما بي واي دي تتعاقد معاهم وياخدوا منها بطاريات بليد دلوقتي من بي واي دي. فلازم تعرف ان الصينيين سبقوا الكل في السيارات الكهربائيه وهم الافضل في تصنيعها في العالم. فلما نيجي نكلمك عن عربيه كهرباء ما تستغربش، لان هو يعني 90% من العربيات الكهربائيه المنتشره والاكثر مبيعا في العالم هي السيارات الصينيه، وهي الاكثر تطورا. ففرق في ده. جيلي بقى في الحته دي حدث ولا حرج. عندهم بقى قصه كبيره قوي، واللاين اب جيومتري اللي احنا بنجربه ده هو اللاين اب الكهرباء بتاعهم، وقصه كبيره جدا. ده غير طبعا اللي هو ان هم عندهم براند وعلامه بريميوم زي لينكولن كول اللي ماليه اوروبا واللي خاضت اختبارات الامان والسلامه الاوروبيه وخدت 5 نجوم. وقصه كبيره قوي. لينكولن كول دي منقوله بالكامل التكنولوجي والتفاصيل بالتعاون مع جيلي وفولفو عشان طبعا استحواذ جيلي على فولفو. وقصه كبيره قوي ممكن تقرا عنها يعني. وعربيه عامله نجاحات رهيبه وعربيه فولاذيه حرفيا يعني. تمام. وعندهم نسخ يعني شديده وعنيفه يعني. غير الزيكر العربيه اللونج رينج عندهم يعني، اللي انا بشوفها كده عباره عن تايكان بنص الثمن، بورشه تايكان بنص الثمن يعني. تمام. عربيه الاكسلريشن من 0 ل 100 في 3.9 ثانيه، موتور 500 بقى هورس باور، دول موتور و700 نيوتن متر. قصه كبيره قوي عندهم الزيكر دي حوار. وبتمشي 1025 كيلو اللونج رينج. منزلين نسخه ليميتد كده لونج رينج بتمشي 1025 كيلو. فيعني جيلي في التصنيع السيارات الكهربائيه لا، عملاق عملاق تقيل يعني. وهي المصنع الاول في الصين خد بالك، والاكثر مبيعا سيارات جيلي عموما في الصين يعني. فانت عارف ان جيلي واحد حته ثانيه خالص. لما نيجي نتكلم بقى على العربيه اللي معانا دي، هل ما فيهاش عيوب؟ لا فيها عيوب. انا اسف على الدباجه الاولانيه دي، بس عشان الموضوع ده يمكن بيتعبني وبيتعب كل الناس اللي في المجال ده لما بيجي يجرب عربيه كهرباء.
يواجه احيانا. انا مش دوري ان انا اقول لك اشتريها او ما تشتريهاش، لكن انا دوري ان انا انقل لك التكنولوجيا واعرفك بالمستقبل وانقل لك معلومه. تشتريها ما تشتريهاش قد لا تناسب ظروفك، انت حر في الكلام ده. لما نيجي بقى نتكلم على العربيه اللي معانا دي على مدار تجربه 6 ايام، لازم نتكلم الاول عن المواصفه الفنيه. العربيه دي فيها موتور كهربائي بيخرج 201 حصان و310 نيوتن متر عزم، مع تو باتريز. البطاريتين اللي بينزلوا مع العربيه دي، واحده 53 كيلو واط بتدي مدى 400 كيلو في النسخه الاولى، في فئه اولى من العربيه دي، والنسخه اللي معانا هي النسخه الاعلى، بطاريه 70 كيلو واط بتقدر تمشي العربيه 550 كيلو. ده الرينج اللي الشركه قايلاه. تمام. طيب تجربتنا بقى، اداء العربيه ممتاز. اكسلريشن العربيه دي من 0 ل 100 في 7 ثواني، وكانوا دقيقين زي تجربتنا حتى مع عربياتهم البنزين الجيلي كول ري، يعني جابت ارقام افضل من الارقام المعلنه. فيعني بقى جيلي تطورت قوي في حته ضبط مواتير البنزين والكهرباء دي. اداء العربيه كويس جدا، استجابه العربيه حلوه، العزم الحاضر طبعا وانتم عارفين عشان ما نعيدش ونزيد ونقول كلام ممل. العزم الحاضر في السيارات الكهربائيه مخلي 310 نيوتن متر على الحجم الصغير ده، الحجم المقبول اللطيف ده، الكروس اوفر اللي هي تحسها هاتش باك مرفوعه. العربيه دي بتفكرني في البنزين بالاكسيد بالظبط، تصميمها حلو، وعربيه تحسها هاتش باك وقعدتها هاتش باك مرفوعه عن الارض، هي كروس اوفر يعني. تمام. فالاداء ممتاز جدا جدا، والاستجابه في العربيه دي كويسه جدا، والمنوره بالعربيه دي، والعربيه كنترولد قوي. اكثر ما يميزها ان التحكم فيها لطيف جدا، هتاخد على ابعادها وهتاخد حجم العربيه والمنور بيها جيدين جدا، ومقاومتها للهواء، السحب اللي قدام ده يعني اللي معمول في الايروديناميكيه والتصميم بتاع العربيه كويسين قوي، مخليين العربيه لا تعاني تماما في اي حاجه، والموتور كويس قوي قوي عليه. وهم حتى عاملين صوت عشان تنبيه الاخرين بره ان في عربيه معديه، يعني صوت من سماعات خارجيه كده. وكمان العربيه لما بتحطها على السبورت مود وتيجي تطلع بيها، العربيه بتفرق وبتعمل صوت لذيذ قوي يعني. والموضوع بتحس كده يعني عشان يعوضوك عن حته غياب متعه الاداء في العربيات الكهرباء، وان العربيات الكهرباء دي كانك راكب غساله يعني. لكن الاستجابه جيده جدا. لما نيجي بقى نتكلم عن اللي يهمك قوي قوي وهو الرينج. طيب انا العربيه دي بستخدمها على مدار ال6 ايام، وكانت مشحونه 80%، كانت مدياني بال 80% حوالي 390 كيلو. تمام. رينج قدامي على الشاشه اللي قدامي الافرج قد ايه. انا في يوم في النص كمان تعمدت ان انا اضغط عليها قوي، وهقول لك خط سير اليوم ده. انا نزلت بيها مدينه نصر، وبعدين رجعت من مدينه نصر للتجمع الخامس، وبعدين رحت من التجمع الخامس للزمالك، وبعدين رحت من الزمالك لوصلة دهشور، وبعدين رحت من وصلة دهشور رجعت تاني التجمع. ده يوم في النص يعني، كان احد تجارب الاداء والضغط عليها. وطبعا كل ال6 ايام اللي فاتوا كانوا درجه حراره لا تحتمل، فالتكييف كان اوتو وشغال على اعلى حاجه وما بقفلوش لا ليل ولا نهار. عايز اقول لك ان العربيه متبقي فيها دلوقتي 137 كيلو، ادت ال6 ايام معايا كاستخدامات داخل القاهره، وفيهم استخدامات تقيله وعنيفه. يوم فيه حوالي 4 مشاوير كبيره، من اول يعني من ناحيه دي للناحيه الثانيه اقصاها، وارجع واروح والكلام ده. فانا خدت من العربيه اداء معقول ومضبوط، ويقدر يخليني اتكهن ان العربيه دي لو الشحنه الكامله هتديك 100 كيلو حرفيا، يعني 500 قصدي كيلو حرفيا. انا متبقي معايا 136 كيلو قدامي اهو. انا في اخر ايام التجارب خلاص نويت ارجع العربيه، يعني اكتفيت تماما. يعني هتقدر تاخد في الشحنه الكامله افريج مع الدنيا والتظبيط والكلام ده والمشي، وحسب معدات استخدامك الشحنه هتديك 500 كيلو، وده رقم مقبول جدا على حد جايب عربيه يستخدمها استخدامات داخل المدينه جيد. طيب العربيه دي بتقدم ايه وعيوبها ومميزاتها ايه؟ بتقدم كل حاجه في انظمه السلامه والامان الصراحه، وتصميم رياضي قوي وشيك قوي من جوه، عاجبني الصراحه. قد لا يعجب البعض لكنه عاجبني، يعني عاجبني قوي البساطه، السمبلستي اللي هم واخدينها نقلنا عن فولفو دي، ان كل حاجه قدامك والدنيا تمام، وتصميم رياضي كده، وانت مش هتعاني في انك توصل لاي حاجه. ادابتيف كروز كنترول موجود، ايمرجنسي سيفتي بريك موجود، اللين كيب اسيست موجود، يعني البلايند سبوت تحذير النقط العاميه موجود، كل ما يمكن ان تتخيلوا. وفي مقوله ان يعني انا ما اعرفش الصراحه، انا شاك ان العربيه 6 اير باجز، يعني ان النسخه اللي معانا دي 8 اير باجز، هو الفئه الاولى 6 اير باجز، بس انا اعتقد وكله بيقول على الستاير الجانبيه انها يعني 8، فانا اعتقد ان العربيه دي 6 اير باجز، وده كافي جدا جدا يعني، والموضوع لطيف جدا. طب لما نيجي نتكلم عن باكج الاوبشن، هل ناقصه حاجه؟ لا.
النسخه اللي معانا دي فيها هيدز اب ديسبلاي، كرسيين كهرباء، شاحن وايرلس، فتحه سقف بانوراما، هي ما بتفتحش للاسف، ده احد العيوب. مش ناقصه حاجه حرفيا يعني. ما العربيه كمان الساوند سيستم البوز في العربيه دي ممتاز، وفي سب ووفر كمان في الشنطه، يعني 12 سماعه مع سب ووفر مع صوت ممتاز، وبوز مش محتاجه ان احنا نتكلم يعني. فالعربيه ادائها ممتاز ممتاز في حته باكج الامان والكمان. طب ما فيش عيوب؟ لا في عيوب. فتحه البانوراما للاسف ما بتفتحش، وده ممكن يضايق ناس كتير جدا. كمان الشنطه مش كهرباء للاسف، ودي حاجه برضه تضايق جدا جدا. انا بستغرب ان عربيه تبقى كهربائيه وفيها التكنولوجي دي كلها والشنطه افتحها بايدي واقفلها بايدي يعني الموضوع ده بقى مهم. الناس اللي شايله والكلام ده، وبعدين الناس متعوده على القصه دي قوي يعني، فالموضوع ده بقى مهم. فدول عيبين اعتقد ان هم بايخين ودمهم تقيل في باكج الاوبشن حتى في اعلى فئه. لكن الهيدز اب ديسبلاي موجوده قدامك. طب ايه اللي يفرق النسخه دي عن النسخه الاولى في الكماليات؟ النسخه الاولى ما فيهاش الهيدز اب ديسبلاي وما فيهاش الكرسي الكهرباء اللي جنب السواق، ناقصه كرسي كهرباء واحد بس، تعتبر سريه. لكن فيها عيب قاتل، انك هتفقد رينج 150 كيلو من البطاريه، كمان فيها البطاريه الاقل. هقول لك في الاخر فرق سعر العربيتين، وانا شايف ان الصراحه ان اللي مقرر يشتري او اللي عاجبه ده ومناسب ليه يشتري العربيه الفئه الاعلى. تمام. لما نروح بقى عند المساحات، المساحات كويسه جدا، مساحات الجلوس الخلفيه ممتازه وانا مش شايف ان العربيه سيئه في مساحات الجلوس، والمستوى الكراسي قدام مريح جدا، وحتى في المشاوير الطويله يعني الموضوع لطيف قوي. خامات العربيه حلوه، وعزل العربيه كمان كويس قوي. لكن نيجي عند نقطه عيب قد لا يناسب البعض وعيب قاتل، ان الشنطه صغيره جدا، 259 لتر. دي شنطه هاتشباك صغيره للاسف يعني. ده قد يناسب البعض، قد يشوف ان هو يحط شنطه سفر كبيره مع شنطه صغيره ده كافي قوي عليه وعلى عيلته وعلى استخداماته، وقد لا يناسب كثيرين محتاجين عربيه عائليه. فانا بحط قدامك العيوب والمميزات، ولك مطلق الحريه في انك تختار. تصميم العربيه عاجبني، وديزاين لطيف جدا جدا الصراحه، ورياضي كده وشبابي، وتحسها عربيه زي ما بقول لك كده ايه، جايه تتحط مكان الاكسيد في الكهرباء يعني. طيب سعر العربيه كام؟ والفئتين سعرهم كام؟ الفئه الاولى سعرها مليون 280، والفئه الثانيه اللي معانا دي سعرها مليون 380. طبعا لو بتفكر او عايز تاخد التجربه مع عربيه بضمان وكيل، هتاخد التجربه. انا من وجهه نظري لا طبعا تاخد الرينج الاكبر، مش مهم عندي الكماليات، النقص ما بين الاثنين مش قوي قوي في الكماليات، لكن هتاخد الرينج الاكبر طبعا. وانا شايف ان هو اللي قيمه مقابل سعر مليون 380، وتاخد افريج 500 كيلو اكيوريت يمشوا معاك والدنيا تمام والاداء تمام. اخر حاجه مستوى تكييف العربيه دي متميز الصراحه، التكييف كان دايما ما بيعانيش معايا، وكان دايما بيسقع وشالني في الحر الايام اللي فاتت دي، وكنت مبسوط ولم اعاني معايا. دي كانت تجربه مطوله لعربيه مهمه جدا، لانها اول عربيه كهربائيه بضمان الوكيل. وحابب افكركم ان هم عندهم عرض للي مهتم او اللي شايف ان العربيه مناسبه ليه للشراء، التقسيط سنه بدون فوائد. شكرا، وكان معاكم محمود خليل.